وصفتي لليوم الفاصوليا البيضاء. في ناس بيحكوا لها الفاصوليا اليابسة. اليوم رح أحضر لكم الفاصوليا على طريقتي. خلينا نشوف طريقة التحضير. بداية رح ننقع الفاصوليا البيضاء قبل بليلة، رح نتركها ليلة كاملة. أنا تقريبا حطيت كوبين من الفاصوليا البيضاء، ضفت عليها المي الفاترة غمرتها، ورح أغليها غلوة بسيطة تقريبا 10 دقايق وأتركها لتاني يوم. لو لقينا عنا الفاصوليا ما كانت مستوية تماما، ممكن إن نضيف عليها ربع ملعقة صغيرة من بيكربونات الصوديوم ونغليها تقريبا 10 دقايق لربع ساعة. هيك الفاصوليا صارت جاهزة للطبخ. مثل ما انتم شايفين الحبة ما تكون كتير مستوية ولا يابسة. لتحضير اللحمة أو سلق اللحمة ضفت عندي شوية زيت قلي، ضفت عليها مكعبات اللحم وراس بصل، وراح أضيف عليهم من المطيبات الهيل والقرفة، وضفت معلقة صغيرة من البهارات المشكلة ورشة بسيطة من الفلفل الأسود. راح أقلب اللحمة على النار مع البصلة، بعدين راح أغمرها بالمي وأسلق اللحمة. راح أترك اللحمة تقريبا ساعة إلا ربع. بعد ما استوت اللحمة بطنجرة تانية راح أضيف عليها بصلة ناعمة مع شوية زيت، وأضيف اللحمة اللي استوت عندي راح أضيفها فوق البصلة. راح أدبل اللحمة مع البصلة تقليبة بسيطة، البصلة مع اللحمة. بعد هيك راح أكون أنا محضرة تقريبا كيلو من البندورة الحمراء، عصرتهم بالمحضرة، راح أضيفهم على البصلة واللحمة. بعدين راح أضيف الفاصوليا البيضاء اللي أنا سلقتها. راح أترك الفاصوليا على النار تقريبا نص ساعة لحتى تغلي وتتسبك البندورة مع الفاصوليا. إذا حسيتوا كمية البندور اللي عصرناها قليلة، ممكن إنه نضيف مي عادية أو مي من اللحمة. أنا ضفت عندي 3 معالق من رب البندورة، وراح أقلبهم مع الفاصوليا لحتى يغلوا على النار. وراح أضيف عندي مكعب من الماجي، بعطي الفاصوليا طعم كتير طيب، ورشة من الفلفل الأسود ورشة ملح بسيطة. الملح اختياري، ممكن في ناس ما بيحبوا إنه الأكلة يكون الملح ظاهر فيها، بس أنا ضفت عليها الملح لأنه ما حطينا الملح بسلق اللحمة. الملح عنا اختياري. ضفت عليها المي لأنه حسيت كمية البندورة كتير قليلة، ما تركتها تغلي لمدة نص ساعة. هيك طبختنا صارت جاهزة، أو وصفتنا صارت جاهزة لليوم. صحتين وعافية.